قلت له اقسم بالله انا لو لحست الاسفلت هنا في الصين ما ارجع. وصلت البيت وانا مفلس تماما، مش معايا اي حاجه خالص. قبل ما انام بعت للست صاحبة المصنع وقلت لها استأذنك ابعتي لي سواق بكره علشان العميل عايز يجي واحتمال كبير ان شاء الله يحجز اوردر. قالت لي خلاص. نمت، صحيت على الاتصال بتاع السواق، قال لي انا تحت البيت. لبست، واقف قدام المراية بسرح شعري، قلت يا ابو حميد لو الزهر لعب معاك هتسامح كل الناس اللي خذلوك في مشوارك ولا هتعمل ايه؟ بدون شعور عينيا دمعت. صعبان عليا نفسي اللي بتواجه كل ده لوحدها يعني. المهم غسلت وشي، نزلت قابلت السواق، اخدت السواق ورحنا على الفندق، اخدنا العميل ورحنا رايحين على المصنع. العميل كان جايب العينات معاه، قال من عايز من العينة دي كذا وعايز من العينة دي كذا عايز من العينة دي كذا. حجزنا الأوردر، حسبنا الحسبة لقيناها عاملة 100,000 دولار. الراجل دفع 10,000 دولار عربون، بعدين جت العربية خدتنا ورحنا مشينا. وقتها بصراحة ما فرحتش قوي، لأن أنا ما كنتش عارف هل المصنع هيكون صادق معايا ولا لأ، هل هيديني النسبة اللي احنا اتفقنا عليها ولا لأ، ما كنتش عارف. المهم روحت، انا مفلس من امبارح مش معايا فلوس. فكان في مكنة اي تي ام جنب البيت، وانا كان معايا كارت مصري. كنت جربت اسحب بيه قبل كده وما سحبش، رحت حاطط الكارت قلت اجرب مش هخسر حاجة. حطيت الكارت، ضربت 500 يوان فطلع لي فلوس حلوين ما يخسروش. اخدتهم، رحت اشتريت عشاء ورحت مروح. امي تتصل بيا، ايه الاخبار يا ابو حميد؟ اقول لها والله تمام الحمد لله. ايه اخبار الشغل؟ اقول لها تمام زي الفل. تقول لي رجعت من الشغل؟ اقول لها اه يا ماما رجعت. المصنع اللي انا رحته واشتغلت فيه يوم واحد كنت قايل لامي، فلما اشتغلت يوم وبطلت ما قلتش لامي ان انا بطلت. كنت محرج قوي ان انا اقول لها يعني ايه ان انا اشتغلت يوم ومشيت. هي كانت خايفة عليا فانا كنت ايه بصراحة بكدب يعني. تقول لي رجعت من الشغل يا احمد؟ اقول لها اه يا ماما رجعت. تقول لي طب خلاص انت ريح شوية واكلمك بكرة وكده يعني. اتصلت بيا خالتي تسأل عليا، ايه الاخبار يا ابو حميد؟ قلت لها والله تمام الحمد لله. فبتقول لي اسكت يا احمد هقول لك على سر. قلت لها قول يا خالتي. قالت لي امك كل يوم بتعيط عليك. بقول لها ليه؟ بتقول هو بيقول ان هو كويس بس انا عارفة ان في حاجة يعني صوته مش مطمني خالص، وحاسة ان هو في معاه حاجة كبيرة يعني تقريبا كده والله اعلم. امي اتصلت باخويا الكبير تقول له يا محمد اتصل باخوك شوفه عامل ايه. اخويا اتصل بيا يسالني ازيك يا ابو حميد عامل ايه؟ قلت له زي الفل الحمد لله. قال لي يا ابو حميد انت كذاب. قلت له اقسم بالله انا كذاب، وشفت ايام صعبة وايام سواد وانا مش راجع. قال لي يا احمد بلاش تقفل دماغك، احجز لك تذكرة وانزل. قلت له اقسم بالله انا لو لحست الاسفلت هنا في الصين ما ارجع. يا ابني ليه العند؟ قلت له والله ما ارجع الا منتصر. قال لي يا ابني انت منتصر على مين؟ انت حاطط في دماغك انت عاوز تنتصر على مين؟ قلت له يا باشا انا مش عايز انتصر على حد، انا انتصر لنفسي. انا جيت هنا علشان اعمل حاجة، ما توفقتش هفضل مكمل لحد ما ربنا يكرمني واتوفق. يا ابني الله يصلح حالك احجز لك تذكرة وانزل. قلت له يا باشا انا مش نازل. قال لي يا ابني ما تتعبنيش احجز لك تذكرة وانزل. قلت له انا مش هنزل. قال لي طب انت عايز مني حاجة؟ قلت له انا مش عايز منك اي حاجة خالص غير ان انت تدعيلي، اكتر من كده ما تعملش. قال لي بص انا هقفل معاك وانت دربها مع نفسك، يوم ما تحتاج حاجة كلمني، عاوزني احجز لك تذكرة في اي وقت اتصل بيا كلمني احجز لك تذكرة. قلت له يا باشا انا مش عايز حاجة، تسلم ربنا يخليك، انا كل اللي محتاجه دعوات الناس ومش محتاج اكتر من كده. الفترة دي الناس حرفيا بطلت تسأل عليا. بطلت تسأل عليا ليه انا مش عارف. فبصراحة كانت صعبانة عليا نفسي يعني، فكتبت بوست بقول يعني انا بصراحة مش عارف الناس ما بتسألش عليا ليه، واللي بيسألني بقول له الحمد لله، ما بيسألش في تفاصيل. كلام بقى يعني ايه من هذا القبيل، ان انا يعني صعبان عليا نفسي وحاجات زي كده. فالناس فسرت البوست ده بدماغها ان انا بشحت ومش لاقي اكل وبنام في الشارع وحاجات زي كده. فاتصل بيا اخويا التوأم، يا ابو حميد ازيك؟ قلت له تمام الحمد لله. قال لي عاوز فلوس؟ قلت له يعني انا عايز افهم لازمتها ايه الدخله دي. قال لي بدل ما انت بتشحت على النت قول لي وانا اسلفك. قلت له يا عم انا صعبان عليا الناس اللي ما بتسالش، اهل واصحاب وجيران كل ده ما يسالش، كل ده يختفي مره واحده. قال لي يا ابني
في الغربة مش هيسأل عليك غير اتنين، ابوك وامك. ابوك مات، ما تتعشمش في حد في الدنيا غير امك.